5 معلومات احب اوضحهم لك لو انت اونر بيزنس وبتدور على شركه تسويق. 1. لو رحت لشركه تسويق وما خدتش منك بريف كامل عن شغلك، ما سالتكش على كل المعلومات والتفاصيل جوه البيزنس بتاعك، خد بعضك واهرب. الشركه دي مليون في الميه هتبيع لك اعلان ممول، هتبيع لك باقه اداره، من الاخر هيبيعوا لك الوهم ومش هتطلع باي نتائج في الاخر. 2. لو رحت الشركه ولقيتهم بيقولوا لك تحب يا فندم تشتري الباقه الذهبيه ولا الباقه الفضيه ولا الباقه البلاتينيه، وما قالوش ليك اللي يناسبك ايه، ما قالوش ليك التكلفه المناسبه للماركتنج في البيزنس بتاعك، سواء كان لمصاريف الاداره او مصاريف انتاج المحتوى او حتى مصاريف الاعلانات المموله، خد بعضك واهرب، لانهم مش عارفين شغلهم وبيعمموا الموضوع على اي نوع بيزنس وبيعاملوا كل انواع البيزنس زي بعض. 3. لو رحت لشركه تسويق قالت لك تعالى نعمل لك اعلان ممول لمده 3 ايام، اعلان لمده 5 ايام، اصل احنا هنبدا في الاول نعمل خطه اويرنس، اصل احنا هنشغل الاعلانات بتاعتنا تفاعل مش رسايل، صدقني مش هتبيع بجنيه، خد بعضك واهرب. 4. لو اشتغلت مع شركه تسويق وقالت لك شفت يا فندم اعلانك وصل لكام الف شخص، طب شفت يا فندم اعلانك جاب كام كومنت، طب شفت اعلان حضرتك جاب كام مسج، بس مش مهتمين يعرفوا انت حققت مبيعات قد ايه عشان يحسنوا من النتائج ويعملوا سكيل للبيزنس بتاعك ويكبروه معاك، صدقني انت هتخسر كتير، خد بعضك واهرب. 5. لو انت بتدور على شركه تسويق وما اخترتش تو ميديا، صدقني انت هتخسر كتير، خد بعضك واهرب، لان احنا في تو ميديا مش هدفنا ان احنا نخليك تشتري باقه ولا تعمل اعلان، ولا حتى هدفنا انك تتعاقد معانا وتدفع فلوس وخلاص، هدفنا نكبر معاك ونحقق النجاح اللي انت بتدور عليه. تو ميديا قدرت تنجح مع كتير جدا من عملائها، وده موجود على البيدجات وعلى حساباتنا على السوشيال ميديا، تقدر تتاكد من ده بنفسك. لو عندك بيزنس سيب تسويق مشروعك على تو ميديا.